السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي مشاهدات قناة عالم أم الحلوين. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم منتوجات تتخص واحد الفئة من الناس اللي عندهم حساسية من بروتين ديال الجلوتين. وبغيت نشارك معكم هذا المتجر اللي كيتواجد قرب مقهى المهاجر تابور نازيل، اللي عنده أي حاجة تحتاجوها. وقبل ما نتفرجوا في الفيديو بغيت نعطيكم واحد النبذه على هاد المرض، لان بزاف الناس اللي ما تيفرقوش ما بين حساسيه القمح والجلوتين والسيلياك. بالنسبه لحساسيه القمح البنات، هو تيكون رد فعل ديال الجسم تيقوم به ملي تنتناولوا القمح او اي منتج داخل فيه القمح. هذه هي حساسيه القمح. بالنسبه للجلوتين، هو عدم تحمل الجسم للبروتين الجلوتين اللي كيتواجد في بزاف ديال الاطعمه. وبالنسبه هاد حساسيه الجلوتين كتشابه مع السيلياك، ولكن في الاعراض بحال الم البطن، غازات، انتفاخات، امساك او اسهال، صداع، الم في البطن بحال هكا. ولكن هو ما تيديرش لينا التهاب او تلف في الامعاء. يعني هو يا تيكون تظهر لنا حساسيه الجلوتين بسبب الاعراض من بعد ما تناكلوا هذاك الجلوتين. اما السيلياك فهو الجهاز المناعي كيهاجم لنا الجهاز الهضمي بعد ما كنتناولوا الجلوتين، وكيسبب في التهاب، وإلا طول هذا الالتهاب لا قدر الله تيدير تلف في الامعاء. المهم هذه غير نبذه على شنو هي حساسيه الجلوتين. بالنسبه نرجعوا للمتجر، المتجر فيه كل ما تحتاجوا البنات. يعني راه تقدروا تمشيو للمتاجر الكبرى تلقاو حاجه وحاجه لا. هنا غادي نركز لكم خصوصا على الجانب يعني ديال المنتوجات اللي تيبغوا الاطفال. ديجا شاركت معكم هذا المتجر، شاركت معكم المنتوجات ديالو. راه فيه اواني، فيه يعني كل ما كيخص المطبخ، كل ما كيخص التجميل، كل يعني كاين لتحت الطبقه، كاين السفلي وكاين الطبقه الفوق، كاين مواد التجميل، كاين كيف قلت لكم بزاف ديال الحوايج. ولكن في هذا الفيديو ركزت على المنتوجات اللي تيبغوا الاطفال ديالنا. كاين مادلين، كاين عجائن بكل الانواع ديالها، كاين حلويات، كاين خبز توست، خبز الهمبرجر، كاين لي كورن فليكس، كاين الكولي كونفيتير، الشوكولا، لي بونبون، كاين الشوينغوم، عصائر، مشروبات، يعني كل شيء كاين البنات في هذا المتجر. بالاضافه لانواع ديال الكسكس اللي هو كاين ديال الخروب، كاين ديال الذره الصفراء، الذره البيضاء، الحنطه، الارز، إيلان، الذره المحمصه، جوز الهند، دقيق الحلويات، دقيق الخبز، كاين داك الغوار، كاين الخميره ديال الحلويات، كاين الخميره ديال الخبز، اللي هادشي كله بطبيعه الحال اللي هو سان غلوتين. وتنعرفوا بانه كاين الدقيق ملي ما تتبقاش فيه ماده الجلوتين ما تيبغيش يتعجن مزيان، ما تيبغيش يتجمع. يعني دايرين مواد لانك تتشريهم، وتتقدروا انكم تخلطوهم مع ماده السيريوم اللي تتجمع لنا الطحين. تدير غير معلقه ولا شنو كتجمع لنا الطحين، وبطبيعه الحال باش يجينا خبز اللي هو عادي، خبز بحال الانواع ديال بحال الخبز اللي كنتناولو. بالنسبه لهاد الفئه كيف قلت لكم تلقاو مشكل كبير، لانه ما تلقاوش دائما كاين هاد المنتوجات اللي تيبغيو. ولكن هاد المحل او متجر ديال بالم ماركت الحمد لله فيه كل شيء، وحتى الاسمنه راها مناسبه. كيف قلت لكم كاين انواع الدقيق كامله، كاين الخبز اللي تيكون دقيق اللي هو جاهز غتديه تعجنيه، كاين الدقيق ديال الحلويات، كاين يعني الخميره حتى هي كيف قلت لكم ديال الحلويات وديال الخبز. كاين بزاف ديال المنتوجات اللي هي خاصه بهذه الفئه، وخصوصا الاطفال اللي هكا. كاين هنا الشوكولاته، هاد الشوكولاته هو البنات راه سون غلوتين، انواع كثيره. وحتى الاثمنه راه كتشوفوا يعني اثمنه مناسبه. كاين هاد لي كونفليكس حتى هما بطريقه صحيه. شوينغوم بالنسبه للاثمنه باينه البنات. حلويات
شوكولا، عصائر، يعني كل ما كيحتاجوا إن شاء الله. نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. أي تساؤل خلوه لي في الكومنتير وغادي نرد عليه. بغيتو نعاود نشارك معكم يعني بلايص أخرين ولا مثلا منتوجات أخرين اللي كتخص هاد الناس، مرحبا. بالمناسبة نتمنوا الشفاء العاجل لكل من يتألم، لكل مريض يا ربي، ومرضى المسلمين عامة. بالنسبة للبنات هنايا كاينين حتى الفواكه الجافة، كاين حتى هاد المصاصات كاين فيهم أنواع كتيرة، باش حتى الطفل ما يحسش بأنه كاين واحد الفرق بينه وبين الطفل الآخر. يعني ملي كتشري ليه منتوجات راه تيكون المذاق عادي، مذاق اللي هو زوين ومذاق اللي ما كاينش فرق بينه وبين مواد أخرى. غ هذا تيكون صحي أكثر، لأن كيف كنعرفوا، لأن الجلوتين راه تيسبب لينا التهابات إلا كان في الجسم، يعني أكثر من النسبة اللي خاصها تكون. إلى هنا نقول لكم مرحبا بالناس القدام اللي في القناة، والناس الجداد اللي عاد التحقوا بالقناة أو تلاقوها صدفة. ما تنسوناش من واحد التعليق زوين، من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم تكملوا لا فيديو. كيف كتشوفوا البنات العصائر أنواع ديالها، مشروبات، كلشي لي كورن فليكس كاينين تما بالانواع. يعني ملي غيدخل الطفل في العود ما غاديوه لمتجر اخر، جيبوه للبان ماركت باش يختار داك الساعه اللي بغا وما يحسش بانه راه عنده شي حاجه، ويتناول كل ما بغا بكل حريه. الى هنا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله نحاول انني ما نتاخرش عليكم، لاني وليت شويه غبت على القناه لظروف. ان شاء الله نتمنى الخير لينا وليكم. بالمناسبه كنقول لكم دخول مدرسي موفق لكاع التلاميذ والتلميذات، بالنجاح ان شاء الله والاستمراريه وبالرزيق الوالدين. إلى اللقاء، ومع تحيات عالم أم الحلوين. أشكو فهل لي يا إلهي نفحة تروي شقاق الحزن في لينجلي. أشكو فهل لي يا إلهي نفحة